الرحمن الرحيم. هنعمل مع بعض النهارده جمبري بصوص الثوم والزبده، طعمه تحفه. انا هقول على طول بسم الله في الوصفه. عندي هنا معلقه كبيره مستردة او خردل. طبعا الملح عندي حسب الرغبه، بس نعمل حساب المستردة. وعندي شويه بابريكا وكمون وكزبره وفلفل اسود، وكمان نص معلقه ثوم مفرومه كبيره، وعصره ليمون كبيره. هقلب الخلطه كويس عندي مع بعض. انا هنا جايبه الجمبري غسلاه كويس جدا وسايباه بقشره، وفاتحه كده سلسله الظهر شايله منها الكيس الرملي بتاعها. هحط عليه كده الصوص واسيبه لمده ربع ساعه يتبل، وبعد كده نكمل بقيه الخطوات. الصوص عندي هنا طاسه على النار فيها مكعبين زبده وفصين مستكه، هسيبهم بس كده يسيحوا شويه. هنزل عليهم بالجمبري اللي احنا تبلناه، مش ازيد من 3 دقايق، مجرد بس ما لونه يبقى لون الاورنج، عشان كل ما تزودوه على النار كل ما هيقدر معاكم وينشف ما يبقاش حلو. زي ما قلت لكم 3 دقايق بالظبط. بصوا اتحول اللون ازاي. انا هنشيله من الطاسه. في نفس الطاسه هننزل بس كده معلقه خردل مستردة، اقلبهم شويه، عليهم عصره ليمون كبيره، وكمان حوالي ربع حزمه بقدونس وكزبره خضراء. نقلب كل ده مع بعض. نختم كل ده بقى بشويه كريمه لباني، طبعا بما انها غاليه الايام دي فتقدروا تحطوا البديل كوبايه لبن عليها معلقه نشا او معلقه دقيق او كريم شانتيه خام. انا خففتها بس كده بشويه ميه بسيطه. هنزل بقى ببقيه الجمبري برضو 3 دقايق بس عشان يتنكه من الصوص، يمتزج مع بعضه. هطفي عليه النار. عايزه اقول لكم بجد طعمه وريحته تحفه. كده جهزت معايا، انا طفيت عليها خلاص. عايزه اقول لكم مفيش اسهل من كده ولا كمان احلى من كده. يا ريت تجربوها وتسيبوا لي كومنت رايكم فيها ايه، وما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ولو عجبك الفيديو لايك وسبسكرايب وشير، وان شاء الله هنزل لكم وصفات تانية جديده.